الليلة هنعمل ملوحة يامية بطريقة مبسطة جدا والطعم خيال. أول حاجة هنجيب ربع بتاع كوب صغير زيت و3 ل4 بصلات كبيرة، وابدأ أقلب الزيت مع البصل لحد ما يجينا اللون الذهبي ده. وبعدين هضيف ليهم ربع لحمة مفرومة. الناس اللي ما بتضيف لحمة هتعمل نفس الخطوات من غير إضافة لحمة. هضيف معلقة بتاعت كزبرة كبيرة وابدأ أقلب اللحم مع البصل تماما كلهم كده ياخدوا منك خط بعض. الخطوة دي مهمة. بعدين معلقة كبيرة صلصة وابدأ تاني أقلب. بعدين هجيب طماطمتين مقطعات وابدأ أقلبهم مع بعض واخليهم شوية كده في الحلة زي 5 دقايق. بعدين أضيف كوب بتاع موية مغلية واخليهم يتسبكوا براحتهم، تكون النار شمعة. في الأثناء دي هحضر خليط الزبادي، 3 كوب زبادي كبير ومعلقة كبيرة دقيق، ممكن تستغنوا عن الدقيق يعني لو ما حابين، ومعلقة صغيرة دقوة. بعدين ملح ومعلقة صغيرة بابريكا وفلفل أسود، طبعا من البهارات حسب الرغبة، وأخليهم في النار كده لحد ما يتسبكوا كده ويتجانسوا كلهم مع بعض. بعدين أضيف معلقة كبيرة ويكا. الناس اللي ما بتضيف ويكا ممكن تكتفوا بالدقيق، لكن احنا بنحب الويكا وأساسية عندنا في الملوحة الناعمية. هقلبهم مع بعض. ممكن الملاح جاهز، ممكن يتقدم مع كسرة، ممكن يتقدم مع عصيدة، ممكن يتاكل بالعيش ساي من حالاته. بالعافية عليكم.